السلام عليكم أخواتاتي، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم بوصفة تشيز كيك الكراميل، وصفة بنينة بنينة قد ما نقولكم بنينة ما تكفيش، لازم تجربوها. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا نصليو على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبداو. واش نحتاجو في المقادير؟ كاس كاطو يكون مطحون، 2 مغارف كبار سكر، رشة من القرفة، 4 إلى 6 مغارف كبار زبدة دائبة. الطبقة الثانية عندنا 100 جرام جبن ماسكربون، 2 إلى 3 مغارف كبار حليب محلى مركز، مغرف صغيرة فانيليا. وللتزيين نحتاجو كريم شانتي. بسم الله نبدأ في التحضير. نحكمو الجاتو، نحطوه في إناء ونزيدو عليه السكر والقرفة والزبدة ونبداو نخلطوهم مع بعضهم. الآن نجيبو الكؤوس اللي راح نقدمو فيها ونبداو نحطو الجاتو في الكؤوس. الآن نبداو نساوي في السطح تاع الجاتو. الآن بعد ما فضينا نروحو للطبقة تاع الكراميل، نحطو الكاس تاع الحليب ونزيدو عليه نسل كراميل ومغرف كبيرة لافاني ونديهم على النار حتى يذوب الكراميل. الآن نروحو للطبقة الثانية، نحكمو جبن الماسكربون ونحطو معاه الحليب المحلى نيسلي مغرف كبيرة لافاني ونضربوهم مع بعضهم ونحطوه في لابوش. الآن نجيبو الكؤوس تاعنا نبداو نحطوه في الجبن من الفوق. الآن نجيو نحطو طبقة خلاف من الجاتو ونزيدو نساويو السطح من الفوق ونزيدو طبقة خلاف من الجبن. الآن نجيبو الكراميل بعد ما داب ونحطوه من الفوق. الآن بعد ما فضينا نديوهم للثلاجة يبردوا حتى تحكم الطبقة اللي من الفوق.
الآن نروحو نطلعو الكريم شانتيه باه نزينو بيها. عندنا كاس ناقص أصبع من الكريم شانتيه، وكاس ناقص أصبع من الحليب. نخلطوهم نبداو نضربو فيهم حتى يطلع عندنا لا كريم شانتيه، ونحطوه في لابوش اللي رايحين نزينو بيها. الآن هادو هما الكؤوس تاعنا بعد ما حكمت الطبقة اللي من الفوق، نجيو نحطو الكريم شانتيه. شوفوا ما شاء الله التحلية كيفاه جات. وفي الختام خواتاتي ما تنساوش تدعموني في قناتي وتخليوا لي جيم وكومنتاري يهبل كيفكم. مع السلامة، استودعكم الله.